أنا اسمي أميرة، عندي 24 سنة، من محافظة المنصورة. الحمد لله أمورة جدا، وكان بيتقدم لي ناس كتير قوي وأنا في الجامعة. المهم خلصت كلية تجارة، وكنت بحب واحد زميلي في الكلية اسمه خالد، بس هو من محافظة تانية. وأنا عمري في حياتي معرفت معنى الخيانة، ولا عمري خنت حد قبل كده. بس اللي حصل ده حصل غصب عني. المهم فعلا اتقدم لي خالد بعد قصة حب حوالي سنتين، بس والدي اشترط عليه ان مفيش جواز هيتم الا لما يكون عنده وظيفة علشان يعني يقدر يصرف على البيت. مع ان اهله كانوا مبسوطين جدا ومعهم فلوس كتير قوي، بس والدي قالي لا، لازم يكون هو بيشتغل ويعتمد على نفسه. وفعلا خطيبي خلال الفترة دي فضل يدور على شغل كتير قوي، قعد حوالي 4 شهور يدور لحد ما ربنا كرمه الحمد لله، واشتغل محاسب في شركة عقارات كبيرة في القاهرة. وبعد ما اشتغل الحمد لله بلغ والدي، واتجوزنا بعدها ب6 أشهر. وكانوا أهله شاريين له شقة وكاتبينها باسمه في منطقة في القاهرة، والشقة دي هي اللي اتجوزنا فيها. وكانت حياتنا هادية جدا، وفين وفين لما كان حد من أهله أو من أهلي يجيلنا زيارة. طبعا ده لأن المسافة بعيدة جدا عليهم، يعني يعتبر سفر من محافظة لمحافظة تانية. وبعد سنة ونص من جوازنا ربنا ما رزقنيش منه بأطفال، وكنا بدأنا نمشي في سكة الدكاترة علشان نشوف ايه المشكلة ونبدأ نحلها، لحد ما حصلت حاجة غيرت حياتي كلها، وهي السبب في اني بحكي لكم الوضع اللي انا فيه دلوقتي. في يوم من الايام كان جوزي راجع من الشغل، وعلشان يوصل للمنطقة اللي احنا ساكنين فيها في طريق سريع كده لازم يعدي عليه كل يوم، سواء وهو رايح او راجع من الشغل. بس اليوم ده لقيته راجع متأخر وما جاش في ميعاده. هو مش متعود طبعا انه يتأخر برا كده، لقيته اتأخر حوالي نص ساعة عن الميعاد اللي بيجي فيه. قلت اما اتصل بيه اشوفه فين. بتصل بالموبايل لقيته مغلق، استنيت حوالي ساعة ورنيت عليه تاني برضه لقيته مغلق، واتصلت يجي 6 7 مرات. ما كنتش اعرف اعمل ايه، هل اتصل باهله واسألهم عليه؟ بس بصراحة خفت اتصل بيهم لحسن يقلقوا عليه. فعدت ساعة وساعتين وتلاتة وتليفونه برضه مقفول. قلبي ساعتها اتقبض أوي، وحسيت ان في حاجة مش كويسة حصلت. جبت رقم الشركة اللي هو شغال فيها وقلت اتصل بيهم، بس للأسف الوقت ساعتها كان متأخر وما كانش فيه حد شغال في الوقت ده. فقلت الصبح أول حاجة هعملها هتصل بالشركة، وفي نفس الوقت رحت مكلمة أهله لما الساعة عدت 12 بالليل. قلت لهم ان هو مرجعش من الشغل لحد دلوقتي ومعرفش عنه حاجة. تاني يوم لقيت اخوه وابوه عندي، وخدوا مني عنوان الشركة اللي بيشتغل فيها ونزلوا دوروا عليه. المهم انا كنت اتصلت بالشركة علشان اسأل الصبح عليه، بلغوني ان هو مشي امبارح وكان ماشي في ميعاده عادي، لكنه ما جاش الشغل النهارده، وانهم ما يعرفوش عنه حاجه. بعد الظهر كده لقيت ابوه بيتصل بيا، بيقول ان هو عمل حادثه امبارح بالليل ومحجوز دلوقتي في المستشفى، واداني عنوان المستشفى. ولبست ونزلت بسرعه هناك، وانا منهاره من العياط لحد ما وصلت للمستشفى. وللاسف كان ساعتها في العمليات، معرفتش حتى اشوفه وقتها. واستنيت لما الدكتور خرج من جوه علشان اسال عليه، قال لي للاسف الحاله مش مستقره، ادعوله. ساعتها ما حسيتش غير ان الدنيا عماله تلف بيا، وما كنتش قادره اقف على رجلي، وفضلت اعيط، ما كنتش عارفه اعمل ايه وقتها. وبعد حوالي 12 ساعه في العمليات خرج على العنايه المركزه، قعد فيها حوالي 3 اسابيع، وفي النهايه للاسف ما بيقدرش يتحرك ولا يمشي. كان كل اللي بيقدر يعمله انه يقعد او ينام، مش اكتر من كده، ولو قعد لازم انا اللي احركه علشان يقعد. وروحنا البيت بعد حوالي شهر في المستشفى، واتصرف عليه فلوس كتيرة قوي، بس شركته اللي شغال فيها هي اللي اتحملت المصاريف دي. وعدى اول شهر وهو نايم في سريره، وانا ما بقيتش عارفة اعمل ايه في الوقت ده. كانوا ساعتها اهله بيخلصوله ورق المعاش علشان نلاقي حاجة نصرف منها، لان ما كانش فيه اي مصدر رزق نصرف منه. بعد ما جوزي قعد من الشغل، الحياة ساعتها اسودت في وشي لحد ما اتأقلمت على الوضع ده شوية. وبصراحة ما كنتش قادرة، ما قدرتش، كنت بفكر دايما في موضوع الطلاق. بس قلت الناس هتقول عليا ايه وشكلي ايه قدام اهلي او اهله، اكيد هاخد كلام من الناس مش هستحمله. فبقيت اعيش بخدمه بس. وكان في ناس من صحابه اللي كانوا شغالين معاه في الشركة كانوا بيجوا يزوروه في البيت. كانوا هما عبارة عن حوالي كده 4 افراد، وكل فترة كده كان كل واحد منهم بيجي يقعد معاه شوية ويمشي. بس بعد كده ما بقاش حد منهم بيجي خالص، بس كانوا بيتصلوا بيه على الموبايل. بس طبعا لما كان حد بيتصل
كنت انا اللي برد دايما، وكنت بفتح له السبيكر علشان يكلموا بعض. وحاليا عايشة على الموضوع ده بقالي سنة، وجوزي نايم في سريره ما بيتحركش، وانا اللي بخدمه ومش مقصرة معاه في اي حاجة، لكني في نفس الوقت حاسة اني عايشة لوحدي وان نهايتي هتبقى فاضية. فرجعت تاني افكر في موضوع الطلاق، لان خلاص بصراحة ما بقيتش قادرة استحمل الوضع اللي انا فيه ده. وفي نفس الوقت قلت طب انا لو طلقته هسيبه لمين؟ مين هيهتم بيه؟ خصوصا ان والدته كمان متوفية، واكيد والده مش هيقدر يخدمه. فرضيت بالوضع اللي انا فيه، بس طبعا مع الوقت بقيت احس بفراغ كبير قوي، فراغ عاطفي. ده غير ان جوزي من بعد الحادثة ما بقاش يقدر يكون معايا خالص، لحد ما لقيت واحد من صحابه بيتصل بيا، وانا كنت ساعتها باخد الموبايل بتاع جوزي معايا في الأوضة بتاعتي علشان لو حد اتصل بيه. فباخد الموبايل واروح على أوضة جوزي اللي نايم فيها علشان يتكلم. طبعا انا كنت عرفت اصحابه من ساعة ما كانوا بيجوا يزورونا في البيت، ومن كتر ما بيتصلوا بيا على الموبايل. في يوم من الايام رديت على واحد صاحبه، قال لي ازيك؟ قلت له الحمد لله. قال لي ممكن اطمن على خالد؟ قلت له حاضر ثواني. ودخلت اشوف خالد وابص عليه لقيته نايم. فرحت خرجت تاني من اوضته وقفلت الباب عليه، وقلت لصاحبه معلش انا لقيته نايم دلوقتي. قال لي خلاص مفيش مشكلة، بس ممكن اطلب منك طلب صغير؟ قلت له اتفضل. قال لي انا اوقات كتير ببقى عاوز اطمن على خالد، وفي نفس الوقت ما بحبش اتصل كتير علشان لو هو نايم او انتي مشغولة، فهستأذنك بس ان انا اخد رقمك وابقى ابعتلك على الواتس اطمن عليه من وقت للتاني كده. قلت له خلاص مفيش مشكلة، واديته رقمي. وقال لي تمام، انا هرن عليكي دلوقتي علشان تسجلي رقمي عندك، علشان لما ابعتلك تبقي عارفة مين اللي بيكلمك. قلت له تمام ماشي، وقفلت معاه. وفي الفترة دي نفسيتي كانت تعبانة جدا، لاني مش لاقية حد في ظهري ولا في حد وقف معايا، وكأني مقطوعة من شجرة كل واحد في حاله ومحدش بيسأل عليا. المهم بعد 3 ايام كنت قاعدة بتفرج على التلفزيون بالليل بعد ما خالد نام، ولقيت الموبايل رن رنة صغيرة. فمسكت الموبايل، فتحت لقيت رسالة على الواتس من شريف صاحب جوزي اللي كان مكلمني قبل كده. قال لي ايه الاخبار؟ طمنيني عليكم. قلت له الحمد لله كويسين. قال لي مالك؟ حاسس ان في حاجة مضايقاكي من اخر مرة سمعت صوتك فيها؟ قلت له لا لا مفيش حاجة، انا الحمد لله كويسة. قال لي طب خالد صاحي ولا نايم؟ قلت له لا ده نايم. قال لي طب انتي محتاجة اي حاجة؟ قلت له لا متشكرة جدا كفاية ذوقك. فقال لي انا مش بعزم عليكي، انا بتكلم جد، خالد ده زي اخويا، لو احتاجتي اي حاجة انا اعملها لك وما تتكسفيش مني، اعتبريني اخو خالد. قلت له كلك ذوق ربنا يخليك. وقال لي عموما انا مش هطول عليكي وهبقى اطمن عليكي من وقت للتاني. قلت له حاضر، وقفلت ساعتها الشات على كده. في الوقت ده حسيت ان هو حد جدع وابن بلده وصاحب صاحبه فعلا، لانه بيسأل وبيطمن وبيشوفنا محتاجين حاجة. وبصراحة استجدعته واسترجلته قوي، وبقى كان كل يوم يكلمني يسأل علينا لحد ما اتعودت على سؤاله، وبقينا نتكلم كتير انا وهو. ومن ضمن كلامه قال لي على فكرة انا مستجدعك جدا. قلت له مستجدعني؟ طب انت ليه بتقول كده؟ قال لي اي واحدة زيك ما كانتش استحملت الوضع ده وكانت اتطلقت، خصوصا ان ما شاء الله عليكي أمورة وسنك صغير وألف واحد يتمناكي. قلت له الحمد لله، أمر ربنا ليا كده، أمر ربنا كاتبهولي. ويوم ورا يوم كلامنا بدأ يزيد، وبقى حد قريب مني جدا، كأنه بقى صاحب مش صاحب خالد. وأخدنا على بعض قوي، وبقينا نحكي لبعض على كل حاجة في حياتنا. وعرفت ان هو كان خاطب بس ما حصلش نصيب. وفي يوم لقيت شريف بعتلي بيقولي انا عاوز اشوفك بس في مكان بره. فانا استغربت وقلت له لا طبعا مش هينفع. قال لي ما تخافيش مش هنطول. قلت له طب انت ليه عايز تشوفني؟ قال لي احنا في الشركة جمعنا مبلغ كده ومتفقين اننا نوصله لخالد. قلت له ربنا يخليك احنا الحمد لله مش محتاجين حاجة. قال لي هتخليني اشوفك ولا عاوزاني ازعل منك؟ قلت له طيب سيبني بس اشوف كده وهبقى ارد عليك. قعدت افكر اقابله ولا لا، لحد ما خلاص قلت هقابله. وبعتله رسالة على الواتس، قلتله عرفني اشوفك امتى وفين المكان. راح قايل لي على المكان والميعاد اللي هشوفه فيه. وفي اليوم ده عرفت خالد اني هنزل اشتري شوية حاجات وارجع علشان ما يقلقش عليا. ونزلت اقابل شريف وتمشينا شوية، وقال انه مبسوط قوي ان هو شافني، واداني شنطة وقال لي ما تفتحيهاش غير لما تروحي البيت وتكوني لوحدك. قلت له ماشي،
انا همشي بقى علشان مش هتأخر على خالد اكتر من كده. وفعلا سبته ومشيت. وكان كل اللي شاغل تفكيري لحد ما روحت، يا ترى ايه اللي في الشنطة دي، وليه طلب مني اني اشوفها لوحدي، مع ان الحاجة دي المفروض انها جاية لجوزي. فكنت مستعجلة قوي ان انا اروح بسرعة علشان اعرف هي فيها ايه. لحد ما روحت ودخلت الشقة، وسبت الشنطة في الصالة، ودخلت ابص على خالد لقيته نايم. فروحت خارجة من عنده وواخدة الشنطة وداخلة على اوضتي. قعدت على السرير وفتحت الشنطة، لقيت فيها ظرف، ولقيت جوه الظرف ده علبة دهب صغيرة، ولقيت في الظرف مبلغ 5000 جنيه. وبفتح العلبة الصغيرة دي لقيت فيها حرف الام اللي هو أول حرف من حروف اسمي دهب. ما بقتش فاهمة، بس كنت ساعتها مبسوطة قوي في نفس الوقت. فروحت بعت لشريف رسالة على الواتس، قلتله الفلوس دي كتير قوي، وايه الحرف الدهب ده، انتم متجمعين ومشتركين علشان تجيبولي حرف دهب؟ قالي لا بصراحة احنا مشتركين في الفلوس بس، انما الحرف ده هدية مني ليكي. ساعتها ما كنتش عارفة ارد اقوله ايه، قلتله تسلم ايدك، متشكرة قوي لذوقك. وكنت طايرة من الفرحة. ومن ساعة الموقف ده وانا بقيت افكر في شريف واللي بيعمله معايا، وحبيت تصرفاته معايا. وما بقاش يعدي عليا يوم الا ولازم نتكلم سوا. ويوم ورا يوم كل مرة علاقتنا ببعض بتكبر، وبقينا نحب بعض. خصوصا انه كان مهتم بيا جدا ومخليني مش محتاجة اي حاجة. ومن ساعة ما بقينا نتكلم وبقى شريف قريب مني، حسيت ان الفراغ العاطفي اللي كان عندي ما بقاش موجود، وبقيت بحب وجوده في حياتي. مع اني بتعب جدا في خدمة جوزي وهو تعبان، بس شريف كان دايما بيهون عليا بكلامه معايا، لانه كان حنين قوي معايا وعمره ما زعلني من ساعة ما اتكلمت معاه. وكان دايما وهو بيكلمني يقولي انا نفسي اشوفك ونفسي تكوني معايا. وبقى يطلب مني ان انا اخرج معاه كتير، بس انا كنت قليل قوي لما كنت بوافق اخرج معاه. وكنت برجع البيت بسرعة علشان ما ينفعش اسيب خالد لوحده. وجه في مرة قالي انا زهقت. قلت له ليه يا شريف، ليه بتقول كده؟ زهقت من ايه؟ قال انا لما بشوفك مش بلحق اقعد معاكي ولا اتكلم معاكي، هي نص ساعة بالكتير وبتمشي، وانا مش بلحق اشبع منك. قوليلي اعمل ايه؟ قلت له يا شريف ما انت عارف ظروفي، وعارف انا بمشي بسرعة ليه، غصب عني. اكيد انا كمان مش عاوزة اسيبك وعايزة افضل معاك، بس معلش سامحني. واكيد لو في فرصة اننا نقعد مع بعض اكتر من كده انا هقولك. قال لي ماشي، وقفل معايا وانا حاسة ان هو زعلان مني جدا. المهم بعدها بيومين كلمني وقال لي انا عندي فكرة بس مش عارف انتي هتوافقي عليها ولا لا. قلت له ايه هي؟ قال لي ايه رأيك ابقى اجي كل فترة ازور خالد وبالمرة اشوفك؟ قلت له مفيش مشكلة، ما انت كنت بتيجي اصلا قبل كده. قال لي بس انا بقالي فترة كتير ما اتصلتش اطمن على خالد، فانا هكلمه وهعرفه ان انا هاجي. قلت له ماشي. وراح بعد كده هو متصل على تليفون خالد جوزي، وسلم عليه وقال له وحشني وعاوز اشوفك، وهجيلك يوم الخميس اللي جاي بعد الشغل. انا ساعتها كنت بره وهو بيكلمه، فلقيت جوزي بينده عليا وبيقول لي شريف صاحبي هيجي يزورني يوم الخميس الجاي، روقي كده الشقة وظبطيها. قلت له حاضر. ويوم الخميس على الساعة 5 المغرب لقيت شريف بيتصل بيا، ولقيته بيقول له ان هو هيخلص شغله ويمشي من الشغل دلوقتي، وقدامه ساعة ويكون عندنا. قلت له تمام احنا في انتظارك. وعلى الساعة 6:15 كده لقيت جرس الشقة بيرن. رحت فتحت الباب لقيت شريف قدامي. ابتسمنا لبعض قوي وفرحت اني شفته. دخل ومد ايده علشان يسلم عليا، واول مرة كان يمسك ايدي فيها. وبعد ما دخل راح داخل على طول علشان ما ينفعش يطول اكتر من كده على الباب. وفضل قاعد مع خالد حوالي ساعة. بعدها قام علشان يمشي، وهو خارج من الأوضة وأنا كنت معاه وكنت بوصله في الريسبشن. فراح قايلي ممكن أطلب منك طلب بسرعة قبل ما أنزل؟ قلتله اتفضل. قالي هاتي ايدك. اديتهاله، راح مسكها وبسها. ولقيته بيقولي اصلها وحشتني قوي من ساعة ما مسكتها في الأول، وفضل يبوس فيها بسرعة. قلتله خلاص يلا علشان نفتح الباب علشان خالد ما يحسش بحاجة. وفعلا روحت وفتحت الباب ومشي. وبعد ما قفلت الباب ودخلت وانا مش مصدقة اللي حصل منه، بس كنت مبسوطة قوي ساعتها، وقلبي فضل يدق جامد. انا اول مرة راجل غريب غير جوزي يلمس ايدي ويبصلها كده. ومفيش 3 ايام ولقيت شريف بيطلب نفس الطلب، انه عاوز يجيلنا تاني. قلتله مش هينفع كل يومين تكون عندنا، مش عاوز خالد يشك في حاجة. قالي مش كل يومين، خلاص ممكن نخليها كل 10 ايام، او حتى مرتين في الشهر. قلتله ماشي واتفقنا على كده.
وكان عدى على اول مرة جالنا فيها حوالي 15 يوم، وجالنا تاني. فتحتله الباب وراح داخل جوه الشقة، وقفلت الباب وراه، وقال لي هو في حد مع خالد جوه ولا خالد لوحده؟ قلتله لا ده لوحده. فراح مسلم عليا وراح ماسك ايدي وبسها، ولقيته فجأة راح واخدني في حضنه جامد، وقال لي وحشتيني قوي، وقعد في الحضن ده لمدة ثواني. وبعدها دخل قعد مع خالد جوه، وانا ساعتها سبته ومشيت عشان اروح المطبخ واحضر له حاجة. وعشت ساعتها احساس غريب بس كان حلو قوي. وهو دخل بعد كده قعد مع خالد جوزي، وانا دخلت اعمل له حاجة يشربها، وخرجت علشان اديهاله. وبعد نص ساعة لقيت جوزي خالد بينده عليا، بيقولي شوفي طريق الحمام علشان شريف يدخل. قلتله اتفضل. اتفضل يا استاذ شريف. وخرج بعد كده شريف من اوضة جوزي، وهو ماشي ورايا علشان اوديه الحمام. ولما خلاص وصلنا قدام باب الحمام، لقيت شريف وقف وقال لي انا مش عاوز الحمام. قلتله امال انت عاوز ايه؟ قال انا عايزك انتي. وفضل يبوس فيا ويحضن جامد، وانا كنت بحاول ابعده عني بس بالراحة علشان ما اعملش صوت وجوزي يحس بحاجة. وعمال اقوله بس كفاية مش هينفع كده. قلتله على فكرة ممكن خالد يحس بحاجة، وهو ساعتها ما كانش سامعني ولا كان مركز معايا، لحد ما حسيت اني تعبت ومبقتش في وعي. قلتله بس خلاص عشان خاطري بصراحة انتي وحشاني ومش عاوز امشي واسيبك. وراح داخل ومكمل قعدته مع خالد، وانا قعدت في الريسبشن. ومن ساعتها مش كنت مستوعبة اللي بيحصل، وكنت مش حاسة بجسمي. كنت كل اللي حاسة بيه ساعتها ان جسمي كان بيطلع صهد. كنت مبسوطة اوي وانا بين ايديه. وبعد ما خلص قعدته مع خالد جوه، لقيته خرج علشان يمشي، بس عمل حركة ما كنتش اتخيل ان هو ممكن يعملها. اول ما خرج من عنده وخلاص قرب على باب الشقة، لقيته راح فتح الباب وما خرجش من الشقة، وراح قافل الباب تاني. قلتله انت بتعمل ايه وما خرجتش ليه؟ قالي هو كده عارف خلاص ان انا مشيت، انا عاوز اقعد معاكي شوية بقى. قلتله انا خايفة. قالي ما تخافيش، هنكون بعيد خالص وفي اخر اوضة، وهنكون براحتنا، انتي بس قولوله انك هتنامي شوية علشان ما يندهش عليكي. وفعلا دخلت لجوزي وقلتله انت عاوز مني حاجة اجيبها لك؟ قالي ليه؟ قلتله انا هدخل انام شوية علشان صاحية من بدري وتعبانة. قالي لا مش عاوز حاجة، بس شغليلي التلفزيون ده. قلتله حاضر. وفعلا شغلتله التلفزيون وعليت صوت التلفزيون شوية، وخرجت من عنده ورحت لشريف الأوضة التانية. قلتله يخرب بيتك انت مجنون، ازاي تعمل كده؟ قالي اه انا اعمل كده واكتر من كده بس عشان اكون معاكي. في اليوم ده قعد معايا شريف حوالي ساعة. في الساعة اللي كان معايا فيها دي حسستني ان انا عروسة واني لسه متجوزاه. كنت مشتاقة لكل حاجة بيعملها معايا، كنت محرومة منها، وخلاني أعيش متعة ما عشتهاش قبل كده. حتى لما كنت مع جوزي قبل موضوع الحادث ما كنتش بصراحة مستمتعة كده معاه، ما بقيتش استغنى عنه لأنه هو بقى يعوضني عن كل حاجة كنت محرومة منها. وبقى يجيلنا كل 15 يوم، وكل مرة كان لازم نعمل كده لأني بقيت أشتاقله وأستنى أكتر منه. وفضلنا على كده لمدة 7 شهور لحد ما حصلت حاجة غريبة قوي، ما كانتش على بالي ولا كنت أتخيل إنها ممكن تحصل. نزلت بعدها بيومين الشارع اشتري شوية طلبات للبيت، وفي سوبر ماركت كده فاتح في وش البيت عندنا، بيقف فيه واحد عارفني وعارف جوزي. فروحت اشتري حاجة من عنده، لقيته بيسألني على خالد جوزي، بيقولي هو عامل ايه دلوقتي؟ قلتله هو الحمد لله بخير. لقيته بيقولي انا نفسي اسأل عليه بس انا مبشوفكيش كتير. قلتله الحمد لله هو كويس. قال انا بصراحة بشوف واحد صاحبه بيجيله كل فترة، الراجل ده مخلص قوي بصراحة ان هو بيجي يزوره كل فترة كده. واول ما قالي كده انا وشي احمر، وكنت مترددة ومش عارفة ارد عليه. وساعتها اتلجلجت في الكلام، قلتله وانت عرفت منين انه صاحبه؟ قالي هو كل مرة بيجي يشتري من عندي عصاير وكده وبيطلع العمارة. فجيت في مرة بسأله حضرتك ليه مش بتشتري بقية الحاجات من عندنا، ولا حاجتنا مش عاجباك؟ قالي لا ده انا مش ساكن هنا، انا باجي هنا علشان واحد صاحبي مريض فباجي ازوره من وقت للتاني. قلتله اه انت قصدك استاذ خالد؟ فرد قالي اه. ومن ساعتها عرفت منه انه صاحبه، فرديت عليه وقلتله اه ده صديقه الوحيد اللي بيجي يزوره. قالي والله انا ببقى نفسي اجي انا كمان ازوره، بس انتي عارفة ظروفي من المحل يعني، ما بعرفش اسيب المحل لوحده كده، وكمان انا ما عنديش عمال. بس ان شاء الله لو فضيت في يوم هبقى اجي ابص عليه لاني بقالي كتير ما شفتوش. قلتله ماشي ان شاء الله اتشرف في اي وقت. وبعد كده مشيت من عنده وانا خايفة اوي لا يكون شك في حاجة، وبعدين ما حطيتش في دماغي ساعتها. ودخلت بعد كده لخالد وحكيت له على كل اللي حصل،
وقلتله على الموقف اللي حصل ما بيني وما بين بتاع السوبر ماركت، وقلتله ان هو عاوز يجي يشوفك وهيبقى يجيلك اول ما يفضى واول ما ظروفه تبقى تمام. قالي ده اكتر واحد كنت برتاح معاه في التعامل، يجي البيت وينور. وفرح وقتها ان في حد لسه فاكره وبيسأل عليه. وفي يوم من الايام كان شريف عندنا وكان معايا في الأوضة. طبعا بعد ما عملنا اللي بنعمله كل مرة، اننا بنفتح باب الشقة وهو ماشي وبنقفله تاني كأنه مشي. كان ساعتها هو معايا في الأوضة، وفجأة اتفاجئنا بجرس الشقة بيرن. اتخضيت قوي، رحت قايمة وقلت لشريف اقف هنا ورا الباب لحد ما اشوف مين. رحت على الباب وبصيت من العين السحرية، لقيت بتاع السوبر ماركت. اترعبت جدا وما كنتش عارفة اتصرف ازاي، ففتحت الباب ولقيته بيقولي انا انتهزت الفرصة ان استاذ شريف صاحب جوز حضرتك موجود، وقلت اقعد معاهم هما الاتنين. فرحت رد عليه وقلتله بس صاحبه مشي. لقيته راح بص كده على الجزمة بتاعت شريف اللي كانت للأسف موجودة على الأرض، وراح باصصلي وقال لي طيب، طب تمام، وراح داخل وقعد مع خالد. في الوقت ده انا دخلت لشريف قلتله انت لازم تمشي حالا ويلا دلوقتي بسرعة. وفعلا شريف مشي من عندي، والراجل بتاع السوبر ماركت قعد حوالي نص ساعة مع خالد جوه، وقام علشان يمشي. وانا ببصله واقفة عند باب الشقة قال لي غريبة. قلتله ايه اللي غريبة؟ قال لي لا لا مفيش حاجة، وراح نازل. في الوقت ده انا كنت مرعوبة وخايفة جدا لا يكون شك في حاجة، وكان نفسي اعرف هو بيقول غريبة على ايه. بقيت اتعمد كل يوم ان انا انزل اشتري منه حاجة علشان اشوف اسلوبه معايا هل هيتغير ولا هو. وفي يوم لقيته بينادي عليا وبيقولي انا عاوز اقولك على حاجة يا مدام. قلتله خير. قالي لا مش هينفع اقولها لك هنا علشان في زباين كتير، هاتي بس رقمك اكلمك. قلتله لا معلش انا اسفة مش هينفع اديلك رقمي. قالي خلاص مفيش مشكلة. قالي انا المرة الجاية وانا جاي للاستاذ خالد هبقى اقوله. قلتله بص خالد تعبان ومش حمل اي حاجة، خد رقمي اهو وبقول اللي انت عايزه. واديتله الرقم وانا خايفة، وتأكدت ساعتها ان في حاجة، وبقيت منتظرة يكلمني علشان اعرف منه هو كان عاوز يقولي ايه. وبعدها بيوم جت الساعة 9 بالليل كده لقيت رقم غريب بيتصل بيا. خالد ساعتها كان نايم، فدخلت على خالد الأوضة، غطيته وطلعت من الأوضة تاني وفتحت التليفون وقلت له أيوة مين معايا. قال لي ازيك يا مدام، انا احمد بتاع السوبر ماركت. قلت له اهلا وسهلا. قال انا ما كنتش عارف اتكلم معاكي علشان كان في زباين في المحل عندي. قلت له خير انت كنت عاوز تقول ايه؟ قال لي بصي انت زي اختي وانا مش هاذيكي. قلت له انت بتقول ايه؟ انا مش فاهمه حاجه، في ايه؟ قال لي فاكره اليوم اللي انا كنت عندكم فيه؟ قلت له ماله يعني؟ قال لي انا كنت متابع صاحب جوزك من اول ما طلع عندكم الشقه، وبعدها محدش خرج من البيت، وقلت اطلع وهو موجود علشان اقعد معاهم هما الاتنين علشان جوزك يحس ان في ناس كتيرة بتسأل عليه. ولما طلعت عندك ما لقيتش استاذ خالد هناك، وكمان لقيت جزمة راجل غريب على باب الشقة. ولما جيت اخرج من عندك ما لقيتش الجزمة. قلت له انت بتستهبل، انت ايه اللي بتقوله ده؟ انت حيوان، ويا ريت ما تتصلش بيا تاني. قال لي انا حيوان؟ تصدقي ان انا غلطان ان انا اتصلت بيكي، والمفروض كنت وصلت الكلام ده للاستاذ خالد، بس هيبقى حرام عليا انه واحد عاجز زي ده لما يعرف كده يا ترى ايه اللي هيجراله او ايه اللي هيحصله. هو عموما انا هعرفك الحيوان ده هيعمل ايه. وراح قفل السكة وانا بكدبه. فروحت بعدها متصلة بشريف، قلت له ما تجيش عندي الكام يوم الجايين دول. قال لي ليه؟ قلت له بس اسمع الكلام لحد ما الدنيا تتظبط عندي وهبقى اقولك على كل حاجة. قال لي ماشي. وانا كل ده وانا مش عارفة ان انا ازاي اتشجعت وغلطت فيه، ما كنتش عارفة اعمل ايه، وفي نفس الوقت كنت خايفة يعرف جوزي حاجة. عشت يومين رعب ما عشتهمش في حياتي قبل كده، وقررت ان اتصل بيه واعتذر له عشان ما يعملش اي حاجة تأذيه وانا كمان مش ناقصة. فرحت متصلة بيه واعتذرت له وقلت له حقك عليا، انا بس كنت منفعلة من الكلام اللي انت قلته. قال لي والله العظيم انا كنت ناوي اطلع الاستاذ خالد بكرة واعرفه كل حاجة، وكان معايا الدليل. قلت له ايه الدليل اللي انت بتقول عليه ده؟ انا مش فاهمة اي حاجة. قال لي فاكرة اليوم اللي انا جيت لكم فيه لما اتصلت بيكي وانتي انكرتي وغلطتي؟ رجعت الكاميرات بتاعة المحل ولقيت ان صاحب جوزك خرج من العمارة بعد ما انا طلعت ب10 دقايق، يعني هو كان موجود عندك لما انا جيت. وانا بصراحة كنت ناوي اعرف الاستاذ خالد واللي يحصل يحصل. خلاني ساعتها ما بقيتش عارفة ارد عليه ولا اقوله ايه بعد ما عرف ان شريف فعلا كان عندي في اليوم ده. قلت له طيب انت هتستفاد ايه لما تأذيني؟ قال لي على الاقل هرتاح نفسيا. قلت له طيب اصبر بس وهنتفاهم. قال لي ربنا يسهل، واقفلي معايا دلوقتي علشان عندي زباين في المحل.
وقفل معايا وانا حاسة ان دماغي وقفت من التفكير، مش عارفة هتصرف ازاي ولا اتعامل معاه ازاي، وما بقيتش كمان عارفة هو ناوي يعمل معايا ايه. بعدها بيوم لقيته بيتصل بيا وقال انا عاوز اطلع للاستاذ خالد علشان اشوفه. قلت له ربنا يخليك ما تعرفوش حاجه بالله عليك. فلقيته بيقول لي بصي انا ممكن ما اعرفوش حاجه بس في حاله واحده بس. قلت له ايه هي؟ قال لي تصارحيني. قلت له اصارحك بايه؟ قال لي تقولي لي ايه اللي كان بينك وبين صاحبه، يا اما والله هطلع واقول له على كل حاجه. قلت له يعني انا لو قلت لك مش هتعرف حد حاجه؟ قال لي والله ما هقول لحد ولا حد هيعرف حاجه، وحلف لي كتير. وانا للاسف صدقته وحبيت ان اقوله علشان اتقي شقره وما يأذينيش. فحكيت له على كل حاجة من أول ما اتعرفت على شريف لحد ما بقى يجيلي البيت، ودي كانت أكبر غلطة عملتها في حياتي. المهم لقيته بعدها بفترة بيكلمني وأسلوبه اتغير معايا، بدل ما كان الأول بيكلمني بأسلوب التهديد لأ بقى أسلوبه حلو جدا. ولقيته بيقولي على فكرة انتي وحشتيني. قلت له ايه اللي انت بتقوله ده؟ قال لي زي ما سمعتي، ولا هو حلو مع ناس ووحش مع ناس تانية؟ قلت له الموضوع مش كده، بس انا ما كنتش متخيله انك تقولي حاجه زي كده او يكون في حاجه جواك ليا زي دي. ومنين كنت عاوز تعرف جوزي حاجه زي كده؟ ومنين انت عايز تأذيني وبتقولي وحشتيني؟ يعني انا مش فاهماك بصراحه. قال لي انا ما كنتش هأذيكي ولا حاجه، انا بس كنت بعمل كده علشان اتكلم معاكي. استغربت قوي لما قال لي كده وقلت خلاص هاخده على قد عقله. الغريب بقى انه بدأ يطلبني وكان عايز يكون معايا زي شريف ما بيكون معايا بالظبط. فانا رفضت طبعا وقلت له لا، واللي بتتكلم فيه ده مش هيحصل. قال لي تمام انا بس عاوز اقولك على حاجه صغيره. قلت له اتفضل خير. قال لي فاكره لما حكيتيلي على كل حاجه بينك وبين شريف؟ قلت له اه فاكره. قال لي على فكره انا مسجل المكالمه دي، تخيلي بقى لما جوزك يسمع المكالمه دي او الناس اللي في المنطقه هنا تسمعها. قلت له انت انسان غدار وملكش امان. قال لي احسبيها زي ما تحسبيها، بس انا فعلا عاوز اكون معاكي، وشوفي هتكوني فاضيه امتى علشان اجيلك، وقدامك اسبوع بالكتير قوي، يا اما هعرف الدنيا كلها كل حاجه. طبعا انا خفت على نفسي وعلى سمعتي، وساعتها فكرت ان انا امشي من المنطقه خالص حتى لو هناخد شقه في اي مكان تاني. وفعلا رحت قلت لخالد ان انا عاوز امشي من المنطقه دي علشان مش مرتاحه فيها. قال لي طب هنجيب منين مكان تاني علشان نقعد فيه؟ قلت له هناخد شقه ايجار في اي مكان تاني. قال لي اللي انتي شايفاه واللي يريحك اعمليه. فرحت بعدها متصله بشريف وقلت له انا عاوزه الشقه وعاوزه شقه ايجار في اي مكان تاني. قال لي ليه في ايه؟ رحت حكيت له على كل اللي حصل. قال لي خلاص انا هشوف لك شقه ايجار في اي مكان تاني. وخلال الفتره دي للاسف كان احمد بتاع السوبر ماركت من كتر ما هو بيشوفني كان بيطلع عندنا لحد ما نمشي من المنطقه خالص، وجالي يجي حوالي 5 مرات. بس ساعتها خالد جوزي ما كانش بيعرف انه بيجي، لانه وقت ما بيكون طالع انا بدخل عند خالد واشغل التلفزيون بصوت عالي. بس الغريب اللي حسيته لما احمد كان بيكون معايا وبيكون قريب مني، حسيت انه حد حنين عليا قوي وان هو مش هيمكن هيأذيني في يوم من الايام. ولما كنت في حضنه بقوله لما انت حنين قوي كنت عاوز تأذيني ليه؟ لو انا ما كنتش عملتلك كده ما كنتيش بقيتي في حضني دلوقتي. قلت له يعني انت كنت بتعمل كده علشان تكون معايا؟ قال لي اه. قلت له على فكره انا حابه وجودك معايا ومش همنعك عني بس بشرط. قال لي ايه هو؟ قلت له تمسح المكالمه اللي انت كنت مسجلها دي علشان بس اكون مطمنه، وانا وعدك اني عمري ما همنعك عني. قال لي ماشي. وانا عشان عمري ما اذيكي راح هو مطلع الموبايل بتاعه ومسح الفيديو بتاع كاميرا المراقبه، وبعد كده راح ماسح المكالمه اللي كان مسجلها لي. ساعتها هو كبر في نظري قوي وبدات احس اني مطمنه معاه جدا. كل ده وشريف بقاله فتره ما جاليش. فروحت لاحمد قلت له انا عايزه اطلب منك طلب. قال لي عايزه ايه؟ قلت له زي ما انا ما حرمتكش من حاجه كمان انت ما تحرمنيش من شريف وخليه يجيلي. رفض في الاول بس بعد كده قال لي ماشي، وطبعا كنت لازم اخد رايه علشان ما يعملش اي حاجه تاذيني. وبدل ما كان شريف بيجي ينام معايا كل 15 يوم بقى كل 7 ايام او 10 ايام واحد منهم يكون معايا. وشلت فكره ان انا انقل في مكان تاني لاني برضو اتعودت على وجود احمد، لان كل واحد منهم كان ليه طعم مختلف واحساس مختلف. بس اوقات لما بقعد مع نفسي بحس ان انا ظلمت خالد جوزي جدا، وفي نفس الوقت انا بعمل كده غصب عني لاني ما عنديش اي حل تاني، وهما دول اللي بيعوضوني عن اي احساس انا محتاجاه. فانا دلوقتي محتارة جدا ومش عارفة اكمل على الوضع اللي انا فيه ده، ولا اتطلق من خالد وارجع لاهلي واتجوز تاني، لان مش هقدر اكمل مع خالد وانا كبنت محرومة من كل حاجة. فاللي شايف اني اتطلق من خالد واقطع علاقتي بشريف واحمد وارجع لاهلي واتجوز تاني يعمل لي اعجاب على الفيديو ده، واللي عنده اي نصيحة ليا بدون اي تجريح علشان يساعدني على الوضع اللي انا فيه ده دلوقت ياريت يكتبها في التعليقات.
وانا هقرا كل تعليقاتكم بنفسي، وانا هسمع كل نصايحكم وآرائكم وهعمل بيها.